المغرب في الأمم المتحدة بحق الجزائر. ينضم إلينا من باريس خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية. دكتور خطار، ما تداعيات هذه التصريحات والاتهامات على الجارين الجزائر والمغرب؟ دكتور خطار، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم. طيب، سأعيد السؤال. ما تداعيات هذه التصريحات والاتهامات على الجارين الجزائر والمغرب؟ هذه التصريحات تثبت بأن نسبة التوتر ومفعوله يتصاعد بين البلدين منذ خريف العام الماضي في موضوع حقوق الإنسان في الصحراء والطرح الجزائري حول الموضوع والمظاهرات التي حصلت والعنف الذي تصاعد في الخطب الكلامية. واليوم هذا الكلام المغربي عما يجري في قردايا زاد الطين بلة. نحن إذن أمام تصعيد كلامي غير مسبوق على أبواب زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى البلدين، وكأن كل طرف يحاول أن يعزز موقعه من خلال التصريحات الكلامية، وكأن المشاكل الداخلية لكل بلد تنتقل عبر هذا التصعيد الكلامي لتتعزز من خلال هذا التنافس على زعامة إقليمية عبر تصريحات قوية من كل جانب. تأثير هذا الخلاف برأيكم دكتور، الخلاف المغربي الجزائري، على عمل المغرب العربي والاتحاد المغربي، خصوصا أن هناك دول تشتكي من نقص في التعاون ويعني محاولة لكف ما تسميه بالإرهاب؟ ما تأثير هذا الخلاف على العمل المغربي بشكل عام؟ بالضبط، هذا هو السؤال الحيوي والمحور المهم. هذا الجدل أو هذا النزاع الجزائري المغربي خيم على كل مصيرة الوضع في المغرب العربي. عندما انطلق اتحاد المغرب العربي في العام 1989 كان هناك بارقة أمل في اندماج إقليمي مفيد للجميع. مع الوقت أصبح اتحاد المغرب العربي عبارة عن كلمة من دون مضمون، تم تجميد كل شيء. وهذا التوتر إذن ينعكس اليوم على علاقات بلدين شقيقين وعلى استمرار إغلاق الحدود بينهما. وأظن أن كل مشكلة الاندماج الإقليمي تتفاقم ما دام ليس هناك من تسوية تاريخية، من مصالحة شجاعة، وهذا يتطلب بالطبع التقليل من تصريحات من هذا النوع والإكثار من الحوار الإيجابي الممكن. طيب دكتور، الجار الأوروبي حيث أنت، وهو يعني يراقب عن كثب هذه الخلافات بل وتفاقم هذه الخلافات، أي دور ممكن أن يلعبه، خصوصا أنه يعني وكأن ذكرت زيارة جون كيري إلى المنطقة المغربية، ولكن وكأن أوروبا يعني تراقب فقط. ماذا يستطيع الجار الأوروبي أن يقدم لحل هذه الخلافات؟ أظن أن المغرب مثلا انزعج من قيام جون كيري بزيارة الجزائر قبل المغرب حسب البرنامج الزيارة، وانزعج أيضا عندما قام هولاند بزيارة للجزائر قبل المغرب. المغرب الذي كان حليفا وفيا للغرب يشعر وكأن الأهمية الاستراتيجية للجزائر أخذت تعطيه الأولوية على حسابه. وأظن أن بعض الأطراف الغربية ليست بريئة، هي تلعب على الوترين، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، كذلك الأمر الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك من اندفاع دولية من أجل تحبيد الاندماج، بل ربما هناك استفادة من أجل تشجيع الفرقة. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة في قيام اندماج إقليمي في المغرب، وعلى بروكسل كما على باريس وكل العواصم الفاعلة تبيان أهمية هذا الاندماج، لأن التعامل مع مفرقة، وأن هناك مصلحة بالنسبة للأمن الإقليمي وبالنسبة لأوروبا أن يكون هناك تفاهم أكثر في منطقة المغرب العربي. خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية. المغرب في الأمم المتحدة بحق الجزائر. ينضم إلينا من باريس خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية. دكتور خطار، ما تداعيات هذه التصريحات والاتهامات على الجارين الجزائر والمغرب؟
دكتور خطار، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم. طيب، سأعيد السؤال. ما تداعيات هذه التصريحات والاتهامات على الجارين الجزائر والمغرب؟ دكتور، الجار الأوروبي حيث أنت، وهو يعني يراقب عن كثب هذه الخلافات بل وتفاقم هذه الخلافات، أي دور ممكن أن يلعبه، خصوصا أنه يعني ذكرت زيارة جون كيري إلى المنطقة المغربية، ولكن وكأن أوروبا يعني تراقب فقط. ماذا يستطيع الجار الأوروبي أن يقدم لحل هذه الخلافات؟ أظن أن المغرب مثلا انزعج من قيام جون كيري بزيارة الجزائر قبل المغرب حسب البرنامج الزيارة، وانزعج أيضا عندما قام هولاند بزيارة للجزائر قبل المغرب الذي كان حليفا وفيا للغرب يشعر وكأن الأهمية الاستراتيجية للجزائر أخذت تعطيه الأولوية على حسابه. لكل بلد تنتقل عبر هذا التصعيد الكلامي لتتعزز من خلال هذا التنافس على زعامة إقليمية عبر تصريحات قوية من كل جانب. تأثير هذا الخلاف برأيكم دكتور، الخلاف المغربي الجزائري، على عمل المغرب العربي والاتحاد المغربي، خصوصا أن هناك دول تشتكي من نقص في التعاون ويعني محاولة لكف ما تسميه بالإرهاب. ما تأثير هذا الخلاف على العمل المغربي بشكل عام؟ بالضبط، هذا هو السؤال الحيوي والمحور المهم. هذا الجدل أو هذا النزاع الجزائري المغربي خيم على كل مصيرة الوضع في المغرب العربي. عندما انطلق اتحاد المغرب العربي في العام 1989 كان هناك بارقة أمل في اندماج إقليمي مفيد للجميع. مع الوقت أصبح اتحاد المغرب العربي عبارة عن كلمة من دون مضمون، تم تجميد كل شيء، وهذا التوتر إذن ينعكس اليوم على علاقات بلدين شقيقين وعلى استمرار إغلاق الحدود بينهما. وأظن أن كل مشكلة الاندماج الإقليمي تتفاقم ما دام ليس هناك من تسوية تاريخية، من مصالحة شجاعة، وهذا يتطلب بالطبع التقليل من تصريحات من هذا النوع والإكثار من الحوار الإيجابي الممكن. هذه التصريحات تثبت بأن نسبة التوتر ومفعوله يتصاعد بين البلدين منذ خريف العام الماضي في موضوع حقوق الإنسان في الصحراء والطرح الجزائري حول الموضوع والمظاهرات التي حصلت والعنف الذي تصاعد في الخطب الكلامية. واليوم هذا الكلام المغربي عما يجري في قردايا زاد الطين بلة. نحن إذن أمام تصعيد كلامي غير مسبوق على أبواب زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى البلدين، وكأن كل طرف يحاول أن يعزز موقعه من خلال التصريحات الكلامية، وكأن المشاكل الداخلية